مساء الخير عليكم. لو عايزين تعملوا تصميمات زي اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة دي، تابعوا الحلقة دي للآخر. أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة تعلم كنبة من الصفر. خلونا بقى نشتغل على الديزاين اللي احنا شفناه في الأول ونطبق الدرس عملي على طول. أنا أول حاجة عملت ديزاين بمقاس الانستجرام بوست، وتعالوا خطوة بخطوة نبتدي نصمم مع بعض الديزاين اللي شفناه في الأول. فأول حاجة باقف على الكيبورد وباعمل R علشان أبتدي آخد الrectangular shape أو الشيب بالشكل ده، وبعدين هابتدي أعمله vertical كده أو بشكل عمودي، وابتدي اللي أنا أضبّط الdimensions بتاعته والwidth بتاعته أو العرض بتاعه بشكل متناسق مع الصفحة، وابتدي أغيّر اللون من فوق هنا واخلّيه باللون الأسود، وابتدي أعمله في الposition center. أهو كده تمام، أنا ضبّطت الshape ده. تعالوا بقى نشوف الfont اللي إحنا هنختاره. وعلشان زي ما إحنا اتعلمنا كتير إن أنت ت ت تكتب text، فبتيجي على الكيبورد وتعمل حرف الT، وهنكتب مثلًا وليكن ألكسندريا، وأنا فعلًا كتبتها وأغيّر اللون بتاعها للون الأسود أهو زي ما إحنا كده شايفين. خلّيني ما أسلّكش عليها، وبعدين نيجي نختار من font اسمه extenda 20. تمام أهو أنا اخترت الfont فعلًا، وابتدي أحط عليه effect إن إحنا عايزين نعمل outline مثلًا باللون الأبيض، نغيّر الgray ده نخلّيه لونه أبيض بالشكل ده، وهنبتدي نصغّر شوية الthickness أو السمك بتاع الfont من برّه الكلمة. مثلًا لو وليكن 25 هيكون كويس، ممكن نكتبها manual أحسن. تمام، وهنتأكد برضه إن الكلمة موجودة في الcenter أهو بالشكل ده. ممكن ناخد الاتنين، يعني نعمل control وA ونخلّيهم في الcenter وفي الmiddle، يبقى كده التنسيق بتاعها كويس، وهنبتدي بقى نعمل لها download. طبعًا بextension PNG، وهنعمل download من هنا. وهاعمل add page، وأنا كنت منزّلة صورة لإسكندرية، طبعًا أنتم بقى بتختاروا البلد اللي أنتم عايزينها أو أي حاجة أنتم محتاجينها. أنا كنت منزّلة لإسكندرية أهي الصورة دي، أنا هاجي أكليك عليها وهاخلّيها في الdesign. وأنا كمان كنت محمّلة الصورة بتاعة إسكندرية، عملت لها upload للي أنا كنت منزّلاها في الأول، وهابتدي كمان أضيفها للdesign، وهاخلّيها هنا كده، وهاخلّي الصورة دي كده. وهنيجي بقى على التركاية أو اللي إحنا بنعمله ده، اللي إحنا هنmerge الصورتين مع بعض أو هنblend الصورتين مع بعض. ده من application اسمه blend image، وتعالوا نجيبه مع بعض. فباجي واقفة على الآب أهو من الbar الشمال، وآجي كاتبة blend image، وآجي عاملة click، فهو هيطلع لي الapplication، أعمل click عليه برضه، وهيبتدي هنا بقى يدّيني الحاجات اللي أنا عايزة أعمل لها blend الlayers ترتيبها إزاي، أنا عايزة أرتّبها إزاي. فمثلًا لو عايز الbottom layer، الbottom اللي هيبقى لورا أو الlayer sorry الطبقة اللي هتبقى لورا، فأنا مثلًا لو أنا عايزة دي اللي أخلّيها لورا، فهاجي هنا وأعمل use selected image أدوس عليها، وهاجي على الtop layer اللي هتبقى في الأول، وآجي على الصورة التانية وأروح دايس برضه use selected image. وطبعًا مهم جدًا أختار الblending mode. أنا في الحالة زي الصورة اللي أنا وريتها لكم دي بتبقى اسمها screen، فإحنا بنيجي من الblend mode هنا ومش بنخلّيها normal، بنخلّيها على الscreen blend mode، وباختار screen، وبعدين هاقول له add to design، وبيطلع بالشكل اللي أنتم شايفينه قدّامكم. عشان ياخد طبعًا الdesign كلّه أو الshape بتاع الdesign بحجمه كلّه، بنيجي بنdrag كده زي ما أنا وقفت وسحبت كده لتحت، أخد شكل الdesign كامل أهو زي ما إحنا شايفين. وطبعًا أنت بقى ممكن تكرّر بأي صورة أنت يعني محتاجها. يعني لو أنت شغّال في شركة سياحة هيبقى شكلها لطيف أوي لو نزّلت حاجات زي كده في شكل stories على كل بلد. لو تقدر حتى تعمل على المدن بقى سواء جوّه مصر أو بلاد أوروبية برّه مصر، فدي هتبقى حاجة كويسة جدًا وشكل style catchy أوي، وهيخلّي شكل الإنستجرام page بتاعتك كويس، سواء أنت بتعمله على الفيد أو بتعمله في شكل الstories. حلقة النهارده صغيرة كده وخفيفة، أتمنى إن هي يا رب تكون عجبتكم، ولو محتاجين كمان محتوى أكتر اكتبوا لي في الcomments. وما تنسوش لو الحلقة عجبتكم واستفدتم منها تعملوا لها share مع أصحابكم، وكمان تقدروا تعملوا لي subscribe وتفعلوا زرار الجرس للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. وزي ما أنا قُلت لكم يعني المهم جدًا إن أنت تتعلم وتطبّق، وعلشان تطبّق أنا قُلت لكم قبل كده، يمكن الناس اللي كانت بتتابعني من الأول، إن أنا عاملة جروب على الفيسبوك اسمه التسويق مع
الهند، فطبّق براحتك وابعت على الجروب، وخلّيني كمان أشوف الdesigns بتاعتك وأقول لك رأيي، وخلّي كمان زمايلك اللي هم بيطبّقوا اتفاعلوا مع بعض وشاركوا بعض. مهم جدًا والله إن أنت حتى تتفاعل مع ناس تانية بتحب نفس المجال اللي أنت شغال عليه، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من سلسلة تعلُّم كنبة من الصفر.